عبد الاله بن كيران الاول اللي كيعرف بانه لا يغير شيئا في مسار القضيه، سواء في فلسطين ولا في اي مكان واحد اخر في العالم، بان التاثير ديالو محدود في المغرب على مجموعه من الناس اللي هما تابعين للحزب ديالو او لجماعات لها نفس الايديولوجيه. عبد الاله بن كيران كيعرف بانه ملي تقالت تازا قبل غزه تقالت ببعد واحد وببعد واضح، هي عباد الله اللي بحال السي بن كيران خدموا المغرب بنفس الهمه وخدموا المغرب بنفس الحرقه، لان الخدمه اللي غديروا في المغرب غتبان النتائج ديالها ملموسه وغيستافدوا منها الناس. داكشي اللي كديروا على فلسطين كيطيب بلا 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 وانتم عارفين هادشي. اذا كانت عندكم قدره على تعبئه الناس وعلى تهيجهم على مصلحتهم هي الاولى، انهم يخدموا على راسهم، انهم يغيروا الواقع اللي كيكون مر بالنسبه لشي وحدين فيهم. حتى شي واحد ما يقول لك ما تخدمش لاجل القضيه الفلسطينيه، حتى شي واحد ما يقول لكش تستعمل القوه الناعمه لاجل القضيه الفلسطينيه، حتى شي واحد ما كيقول لكش بان تصدح بالحق، ولكن توصل انك تعاير المغاربه وانت اللي ما فاهمش شنو كاين، ولا انت اللي كتحاول تستحمر عباد الله، فهذا شيء غير معقول. اذا انتهز قبل غزه باش ما يبقاوش عندنا الناس كيموتوا بالبرد في الجبل، باش ما يبقاوش عندنا ناس كيعانيوا من البطاله، باش ما يبقاش عندنا تعليم ضعيف، باش ما تبقاش عندنا صحه ضعيفه، باش نتوما كسياسيين سواء في المعارضه ولا في الحكومه تخدموا لاجل مصلحه هذا الوطن، لانه كل ما تقوى هذا الوطن كل ما يقدر يخدم القضيه الفلسطينيه بشكل افضل. وبارك من الاشهارات الانتخابيه السابقه لاوانها، الاستفاده الوحيده اللي غتستافد بهذه البلابله كامله هي انك تعاود تربح في الانتخابات. اذا معروف بانك تستعمل قضيه واحده اخرى لاجل مصلحه عندك هنا في وسط المغرب، واذا عندك مصلحه في المغرب خدم هذه البلاد هي الاولى، وحتى شي واحد ما كيقول ما نديروش اي حاجه لاجل القضيه الفلسطينيه، وحنا الاولين عارفين بان التاثير ديالنا محدود. مفهوم هادشي؟ سير دار.